ربنا يبارك على التغيير الكلي اللي حصل في العربيه. دي عربيه عاملين عندنا عامل مميز وقلبه تقيل، من الناس اللي بتغير الزيت ال 10000 وتمشي عليه 13 و12 عشان ياخد من عند البلدوزر زيت مضمون، بيمشي وهو مطمن. المره دي نصحته ان لازم يعمل دوره غسيل موتور، عشان ان هو طول كذا مره على غيار الزيت وعدى ميعاده كذا مره. النهارده فلاش موتور داخلي عشان العربيه دي اللي كان قبل كده من الترسبات وتاخير الزيت لربما يضر المكنه بعد كده ويخلي وش التكهات وعمود الكمه نغمته عاليه شويه او صوته عالي شويه. نعمل ايه بقى بغسيل الموتور؟ لو الموتور يحتاج ان غسلتين هنعمله غسلتين، ده بقى هيعمل له غسله واحده. ليه بقى؟ دي المكنه جديده وما فيهاش اي ترسبات ولا تلكيع زيت من الاخر من اللي هي تضر. هنعمل دوره الغسيل مرحله واحده. المعروف المنتج الالماني هنفضي العبوه كلها مش نصين، لان المكنه دي نظيفه من جوه وهنغير زيت. وطبعا زي ما انتم شايفين كده المكنه على وضعها كده مش عاجبنا اصلا ولا عاجب الباشمهندس. وهتشوفوا باخر الفيديو الدنيا عامله ازاي. كده احنا هنفك طبة الزيت وفلتر الزيت بعد لما العربية اشتغلت 10 دقايق متواصلين على ايه؟ غسيل الموتور. شوف كده الزيت اللي نازل شكله ايه. هل المادة دي حلته ونظفت الدنيا عندك؟ حط ايدك الله ينور. زيت نازل زي يلمع ونضيف كده. الموتور من جوه تمام الله ينور. طبعا الوضع اختلف الاول غير دلوقتي. بس ناقصانا حاجه واحده بس، محتاجين راي الاستاذ نبيل عاملنا المميز ابو قلب تقيل اللي عشان عارف ان الزيت عندنا مضمون فبيمشي براحته. ده حقيقي. بامانه قول رايك بامانه. السلام عليكم. اولا انا بشكر باشمهندس محمد طبعا ملك الزيوت. الله يبارك لك. حقيقي انا جاي من اسيوط مخصوص عشان الباشمهندس، الله يبارك لك، كتر خيرك. لان فعلا كل الزيوت هنا بطمن على عربيتي عند الباشمهندس. الحمد لله، ربنا يبارك على التغيير الكلي اللي حصل في العربيه. الحمد لله. احنا اقول لحضرتك يعني حاجه، بس احنا عشان بنحب شغلنا فبنعمل كده. لا بسم الله ما شاء الله. احنا اخدنا منك اجر زياده عن ثمن الزيت ولا لا حاجه. لا كل فعلا الخدمه دي بنعملها يعني مجاني بصراحه. بصراحه بسم الله ما شاء الله. بيجت عربيه متشكرين جدا، ده شهاده اعتز بيها والله يا استاذ نبيل. يعني انا كنت بحرج ارفع الكبوت بتاع العربيه، دلوقتي يعني فتح نفسي بصراحه. الله يبارك لك يا استاذ نبيل. كل الشكر لحضرتك. نورتنا شكرا والله. باشمهندس. شكرا افضل. السلام عليكم. خليك مع البلدوزر تفضل دايما في امان. السلام عليكم.